الفيديو بتاعنا النهاردة هيعجبكم جدا. انا النهاردة جايه لكم بطريقة البرجر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بصوا شكل البرجر معايا حلو جدا. انا هنا جبت لكم قطعة بعد ما حطيتها في الفريزر عشان اوريكم التسوية بتاعتها عاملة ازاي. بصوا شكلها حلو جدا ازاي وبمقادير سهلة وبسيطة جدا. بصوا ما فكش معانا ولا اي حاجة، خليكي معايا للاخر عشان اقولك احنا عملنا ازاي. وهنا عملت معايا كام سندوتش كده عشان تشوفوا شكله معايا. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض ونشوف ايه هي المكونات بتاعتنا. يلا نبدأ مع بعض كده بسم الله. اول حاجة معايا هنا انا جبتها نص كيلو لحمة، هنزل عليها ب100 جرام او 150 جرام دهنة او دوش. تمام كده. هجيب معايا بصلاية كبيرة هحط عليها قرن فلفل احمر واضربها في الكبة واصفيها كويس علشان المية بتاعتها ما تفكش معانا اللحمة او ما تفكش معانا البرجر. هنزل عليها كده. بعد كده هجيب معايا هنا 8 كيلو برغل نقعته معايا بمية سخنة لمدة ساعتين. وانا هنا حطيت برغل بدل فول الصويا. هنزل بمعلقتين بقسماط، بضاية، كيسين كاتشب، وهبتدي اقلب معايا كده. بعد كده بقى هجيب التوابل بتاعتي، توابل برجر، ملح، فلفل، بابريكا. وبعد كده ضربتها معايا بالكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة تكون معايا متماسكة، لو حاسة ان هي فكة معاكي شوية هتزودي البقسماط شوية. انا جبت بقى معايا المكبس بتاعي كده وحطيت كيس معايا عشان ما تلزقش، وهبتدي اكبس جامد كده. بصوا شكل البرجرايه معايا حلو قوي ازاي. هعمل معاكم واحده كمان. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هتقولي لي انا ما عنديش مكبس، هقول لك هتعملي ايه. من غير مكبس ومن غير اي حاجه، انا هجيب غطا بطرمان معايا، اي غطا عندك هتحطي في قلبيه برضو كيس عشان اهم حاجه الكيس عشان اللحمه ما تلزقش معاكي. هتدوسي جامد كده. وبعد كده بقى هطلعها بالشكل ده وهجيب معايا السكينه وهبتدي اعمل فيها خطوط كده اكنك عاملاها في المكبس بالظبط. بصوا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مفيش اسهل من كده بصراحة. البرجر معانا اللي احنا عاملينه في البيت احسن من بتاع الشركات 100 مرة. طبعا انتي هنا لو عايزة تزودي اي اضافات زوديها، يعني عايزة تزودي البرغل، عايزة تزودي البصل، مفيش اي مشكلة. بص بصوا شكله. وبصراحة طعمه كان حلو جدا جدا وما فكش معايا ولا اي حاجة. ودي الكمية اللي انا عملتها من نص كيلو، عملت 20، بيعمل من 20 ل25 قطعة. ودي الشكل النهائي معايا اهو. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم.